بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نتوكل وعلى الله كل التوفيق. طلابي وحبايبي وكتاكيتي الصغيرين اللي طالعين من 6 ابتدائي وكانوا تعبين المدرسين بتوعهم، النهارده شرفتونا في اولى اعدادي. معاكم علاء عمر مدرس مادة العلوم والعلوم المتكاملة. ان شاء الله يا شباب يا حبايبي يا ناس يا كبيرة، خلاص كبرتوا بقيتوا في المرحلة الاعدادية، عاملين كورس جميل ولذيذ. وعلى فكرة الكورس سواء الاولى اعدادي او تانية اعدادي او تالتة اعدادي كله لوجه الله تعالى. ان شاء الله تستمتعوا معانا في الكورس الجميل ده. يلا بينا يلا بينا يا شباب. الكورس يا شباب، خلينا كبداية كده نتفق على حاجة مهمة جدا، ان مادة العلوم هي عبارة عن 4 أجزاء. أول جزء عندنا وهو الألذ وهو الأحب إلى قلبي، أهو الأحب والألذ. خلينا متفقين، معروفة دايما إن الأحياء لذيذة وممتعة وجميلة زي كده بالظبط. وتاني جزء بنتكلم على الكيمياء، وثالث جزء بنتكلم على الفيزياء، جزء كده شويه فيزياء. الجزء الاخير يا سيدنا بنكون يا اما شويه جيولوجيا يا اما شويه علوم بيئه. يبقى العلوم فيها 4 اجزاء، وكمنهج موجود عند حضرتك بداوا يحطوا فيه كجديد. بدايه انت كنت بتاخد منهج جديد بقى، والموضوع كمان يعني في الألذ دلوقتي وفي اللذيذ، وبيقولوا ان هم هيظبطوه شويه سواء لاولى او لثانيه، شويه حاجات معينه كده هتتشال بسيطه عشان بتكون رخمه شويه على الطلبه. ان احنا مركزين على الاجزاء دي كلها، سواء الاحياء او الكيمياء او الفيزياء او الجيولوجيا او علوم البيئه. طبعا الاحياء بنتكلم على سواء بقى تعالوا نشيل الجزء ده. هنا بنتكلم على يعني سواء نبات أو إنسان أو حيوان. هي دي الجزء البيولوجيا اللي موجودة في جسم النبات أو الإنسان أو الحيوان. طب بالنسبة للكيمياء، خد بالك، يعني الكيمياء يعني بتتكلم عن شوية ذرات، عناصر كيميائية. يعني فاكر أنت الجدول الدوري والجدول الدوري الحديث وزمان بقى، وشويه ومندليف بقى ورذرفورد بور ومستويات الطاقه والفلزات واللافلزات، وبتتكلم بقى على شويه معادلات كيمياء وياه دنيا. طب والفيزياء، تعال نخلي ان الفيزياء دي شويه بقى قوانين، واينشتاين بتاعنا والمعلم تسلا وناس كده قد الدنيا والدنيا مش قدهم. تحسها كده لما تكبر بعد كده ان شاء الله ان ماده الفيزياء دي ماده الناس اللي دماغها ذريه، ولا هي ولا حد زيها هي. ماشي، المهم ان شويه الفيزياء دي بتتكلم عن شويه القوانين بقى، ايا كان تيار كهربي بقى، القوى الكهربيه. ايه ده اللي مكتوبه؟ تتكلم عن الطاقات، سواء بقى الطاقة الحركية، طاقة الوضع، تتكلم بقى على الطاقة الميكانيكية. شوية حاجات مهمة وجميلة جدا وبنستخدمها وموجودة دلوقتي في حياتنا كلها. يعني عارف القلم ده بحطه هنا عند السنبورة دي كده بيلزق، ده مغناطيس. شوية حاجات كده جميلة تدرسها، مغناطة بقى وشوية كد يا الموضوع ونرس وسوس وليلة كبيرة قوي. طيب طبعا هنا بقى بتتكلم برضه في الفيزياء على السرعه وعلى الحركه وشويه حاجات كده في الروقان منه وفي اللذاذه. لما نيجي نتكلم على الجيولوجيا، طبعا مش عايزين نحط لها اللون الاخير، تعالى نتكلم على الازرق، نعملها باللون الازرق. شويه جيولوجيا او علوم البيئه هي بتتكلم عن باطن الارض. اي حاجه موجوده على وجه الارض وفي باطن الأرض من صخور أو من تربة أو من كائنات دقيقة تعيش داخل الأرض، الكائنات دي تعتبر تبعا للغلاف الحيوي، إنما كل ده يعتبر تبعا للغلاف الصخري، الصخور بقى وتكوين الأرض واللب والوشح ليلة كبيرة قوي. وخد بالك لو هنقعد نتكلم فيها الموضوع هياخد وهيتعمق. تتكلم على العصور الجيولوجية والأزمنة والحقب
وبتتكلم على بقى على عمليه انقراض الديناصورات والزلازل والبراكين والصفائح التكتونيه والصخور بقى والصخور الرسوبيه والمتحوله والناريه، شويه حاجات كده في اللذيذ منه ومفيش منه. ودي بتكون بنسبه كبيره اخر جزء في اي منهج، سواء اولى او ثانيه او ثالثه. تعال نبدا باول جزء، الاحياء، عشان هي الألذ والأمتع لينا. بداية والمتفق عليها دائما أن تعال نشوف الإنسان، وش معنى ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان طبعا لما نيجي نتكلم على تصنيف، خد بالك كان في حاجة اسمها التصنيف زمان، كانوا بتوع أولى ثانوي بياخدوها أيام ما كان في أحياء في أولى ثانوي. فلما تيجي تصنف هتلاقي ان الانسان هو يتربع على عرش فوق خالص كده، هو اللي فوق، هو اللي على قمة الهرم، ممالك بقى فطريات والنباتات والطلائعيات ومملكة الحيوان، والانسان هو اعلى حاجة في الرئيسيات طبعا لمملكة الحيوان. فالانسان تبعا لمملكة الحيوان. لما نيجي نتكلم هنا الانسان طبعا اهو، اركن الكلام ده كله على جنب، هنيجي نقول ان الانسان عبارة عن مجموعة اجهزة، وهذه الاجهزة اللي موجودة جوه جسم مين؟ الانسان، عبارة عن مجموعة، كل جهاز منهم عبارة عن مجموعة اعضاء، وهذه الاعضاء عبارة، كل عضو عبارة عن مجموعة انسجة، وكل نسيج هو عبارة عن مجموعة، خد بالك، خلايا، وكل خلية هي عبارة عن مجموعة شوية عضيات، وهذه العضيات حواليها في، او يعني هنتكلم ان في جواها، يعني مثلا هتلاقي الميتوكوندريا، وفي عندك شوية سيتوبلازم، وفي شوية حاجات كده معينة، هتلاقي ان في هنتكلم على بكل تفصيل جزيئات، وهذه الجزيئات مكونة من ذرات. يعني لو جينا اتكلمنا وقلنا ان كمثال، هنفترض كافتراض، ماشي، افتراض ان في ذرات زي ذرة الكربون وذرة الهيدروجين وذرة الاكسجين، كربون وهيدروجين واكسجين، وجيت قلت لحضرتك ان هنا ذرة الكربون وذرة الاكسجين قد بعض، والهيدروجين ضعف الواحدة فيهم. يعني لو كان الكربون مثلا 5 تبقى دي 10 تبقى دي 5، لو ان دي كده 6 تبقى دي 6 ودي 12 ودي 6، وسي 6 اتش 12 او 6 ده بنسميه السكر الأحادي، او بنسميه جزيء الجلوكوز اللي بيدينا حاجة اسمها كربوهيدرات. موضوع تاني خالص كده هيحتاج شرح طويل، بس احنا بنتكلم شوية تفاصيل مهمة محتاج ان مخك يستوعبها. يعني انا اتذكر في مرة ان كان في درس برايفت لبنوتة في ثالثة ثانوي، فهي ضايعة شوية في الاحياء، وبعد ما الدراسة بدأت بكام شهر كده فكلموني طبعا عايزينك يا مستر بعد اذن حضرتك تيجي تدري البنوتة دي درس في مادة الاحياء ثالثة ثانوي، يعني خلاص هوبا كده وتلاقي نفسها في الجامعة. فبسأل كام سؤال الأول في البداية علشان أعرف هل الطالب اللي قدامي دماغه وصلت لحد فين، وهل هو مستوعب مثلا وكده ولا لا. فبدأت تعرفي كذا لا، تعرفي كذا لا، طب ارسمي لي الخلية. قالت لي خلية، قالت لي ماشي. فمسكت الورقة كده بدأت مش عارفة ترسم الخلية. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا إن هي ما تأسستش كويس، ودي مشكلة. نيجي نوصل للجزيئات. الجزيئات اللي عندنا في منها جزيئات عضوية وفي جزيئات غير عضوية. لما نتكلم مثلا زي الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وفي احماض اللي هو بنقول عليها الدي ان ايه والار ان ايه، بنسميها احماض نوويه، ده بنقول عليها جزيئات، اللي هي زي الايه، الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والاحماض زي الدي ان ايه والار ان ايه. هنا العضيات هتلاقي ان كل خليه، لما نيجي نرسم الخليه دلوقتي، خد بالك انا جايبها لك منين؟ انا جبتها لك من فوق وكده راجع لك تاني عشان نوصل في الاخر ان في بني ادم، في شيء قدامنا.
هتلاقي ان مثلا هنرسم الخليه كده. طبعا هتقول لي يا مستر هنرسم خليه نباتيه ولا حيوانيه؟ هقول لك اتلهي على عينك. ها ليه بقى يا صديقي؟ مش احنا بنتكلم على انسان، يبقى هنتكلم على خليه ايه؟ حيوانيه. خليك بقى ناصح بقى، يعني شغل الدمج ده بلاش. يعني شغل الدمج ده بلاش. دي كده خليه حيوانيه، يعني لا تحتوي على جدار خلوي، يعني عندها غشاء بلازمي فقط. ماشي. هتلاقي ان هنا في نواه وجواها في نويه، وهنا في الجزء السائل اللي جوه في الخليه كلها بنسميه سيتوبلازم. طب والجزء السائل اللي جوه النواه بنسميه سائل نووي. يعني بص، ادي نويه، وهنا هيكون في دي ان ايه. هتظبط، ما انا لازم اظبطها وهرسمها بلون تاني. هتظبط برضو، معلش بقى، معلش احنا بنتكلم. بسم الله. ما هي انا يا هي النهارده. لا ما ظبطتش، لا 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 لا، انا وراها يا باشا، انا ورايا حاجه؟ انا ورايا حاجه يا بيه؟ اهو بسم الله. والنبي ادعوا لي والنبي تظبط عشان دي بتعقدني. بسم الله اهي، بص بص. ظبطت الا حته. هتظبط تاني معلش، اخر مره بقى، اخر مره، خلاص بقى، خلاص بجد بجد بجد. ظبطت، ظبطت الا حته صغنونه، ظبطت، شغاله. ده اسمه دي ان ايه، بنقول عليه الدي ان ايه. وجوه فيه سائل نووي، ماشي، وده بنسميه غشاء نووي اهو. فالغشاء النووي كل الهري ده والنوويه والسائل النووي ده كله بنسميه النواه. قد الدنيا اهو، ماشي. في جوه بقى ممكن تلاقي الميتوكوندريا، ماشي. هتلاقي في جوه شويه حاجات كده زي نبات دقيقه، زي جهاز جولجي، في كتير، في شويه حاجات زي السيتوبلازم. دي بنسميها الايه؟ الخليه. هتلاقي في شبكه اندولوزميه خشنه، في شبكه اندولوزميه ملساء، في كتير. يعني هنتكلم على ان مثلا، خدوا بالكم يعني تعالى نرسم الخليه، هنرسمها بعدين كده كده، هندرسها بكل تفاصيل قوي، انواع الخلايا وخلايا نباتيه وحيوانيه، فهتاخد رسومات مننا كتير. بس تعالى نوضح لك دي كده بكل بساطه. مثلا عشان ناخد راحتنا، لما نيجي نرسم الشبكه اندوبلازميه، شوف هتقول عليا ايه؟ فنان. هتقول عليا المستر ده فنان. دي بنسميها شبكه اندوبلازميه، ولو حطينا عليها شويه نقط كده هتبقى اسمها شبكه اندوبلازميه خشنه، واللي ما عليهاش نقط، النقط دي بنسميها ريبوسومات بعد كده، اسمها شبكه اندوبلازميه ملساء. مش عايزين نتعمق قوي في الحاجات دي لان لسه هتدرسها بعدين، يعني خلينا متفقين في الكلام ده. انابيبات دقيقه اهي جميله جدا، وده السيتوبلازم بتاعنا الجميل. السيتوبلازم، الله 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 الله, الله. في حاجه اسمها ليسوسومات، في كتير جوه الخلايا، ماشي. وادي الميتوكوندريا موجوده، وادي في فجوات عصريه، يعني في اكتر من فجوه عصريه وصغيرين. وده لو كان فرق بين خلايا نباتيه وخلايا حيوانيه هتلاقي كتير، يعني في، هنرسم خليه هنتعمق جامد. ايه بقى يا مستر كلمه عضيات؟ هتلاقي ان الميتوكوندريا اسمها عضيه اهي، هتلاقي النواه اسمها عضيه، هتلاقي ان الشبكه الدوبلازميه سواء خشنه او ملساء اسمها عضيه، هتلاقي ان الفجوات اسمها عضيه وغيره، دي اسمها عضيات موجوده داخل الخليه. والخلايا عرفنا ان هي نوعين، نباتيه وحيوانيه. هنا بنتكلم عن الانسان، يبقى هنتكلم عن الخلايا الحيوانيه. طب والنسيج، عارف حته نسيره اللحمه اللي مامتك بتجري وراك في الشقه كلها لما كنت صغير عشان تاكلها لك؟ النسيره الصغيره دي اسمها نسيج. تعالى يا مستر نرسم. بص يا سيدي، قال لك ايه؟ قال لك قال لك مين؟ قال لك ولا حد. ادي خليه صغنونه اهو، ورحت جنبها راسم خليه اهي، رحت قافلها كده، وادي خليه،
وادي خلية وادي خلية، ايوه اهو، وادي خلية هيه يا ولا يا سلام. شوية خلايا انما ايه، عنب. ادي اهو، ويا عيني كل خلية ادي النواة، وادي شوية حاجات اهي، شوية حاجات كده، العضيات بتاعتنا. ويا عيني يا عيني يا عيني عليك، الله 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 الله. الحتة دي اسمها نسيج، انا مكبرها لك. لكن بقى لو الصغيرة بقى هتلاقي ايه، حتة كده صغنونة كده اهو. لما تلاقي ان انت عندك بقى العضلة دي كده، فالجزء ده، محدش يضحك على العضلات بتاعتنا، احنا لسه في بداية الجيم. فالجزء العضلة دي، ما هي العضلة دي عبارة عن مجموعة يعني جهاز عضلي. وعرفنا ان الجهاز مكون من مجموعة اعضاء. فالعضلة دي كده هتلاقي بقى ان الباي او التراي مثلا في شوية عضلات، فالعضلات دي عبارة عن شوية خلايا متجمعة مع بعض، خلايا عضلية عملت لي نسيج. جميل. طيب، فبنتكلم ان هنا الانسجة ادتني عضو. طب تعالى نتكلم في موضوع اشمل شوية. يعني لما نيجي نتكلم واقول لحضرتك ان في ادي انسان، بس انسان على شكل غسالة مربعة اهو، وادي القدم وادي القدم، يعني رجليه كده ايه، هو كان عنده يعني، ما علينا رسومات. خدوا بالك انا لو ركزت في الرسم هبقى ممتاز. انا رحت لهم كليه فنون جميله، قالوا لي احنا صراحه مش عايزين دكاتره، احنا محتاجين طلبه تتعلم الرسم. ما تضحكش، عشان اللي بيضحك على شيء يبتلى به. خد بالك، الانسان ده كده ادي الفم، ثم العوم، ثم المريء، ثم ادي اهو المعده. وده يا محمد دقيقه معاه غليظه لحد فتحه الشرج او الاست. ولف اللفه بتاعتك وايه دوخينا يا دنيا. انت عندك فم، بالعوم، مريء، معده، امعاء دقيقه، امعاء غليظه. الله 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 الله، ده كل ده جهاز يا مستر اسمه جهاز هضمي. مظبوط. يبقى انت عندك مثلا، هي راحت فين الاعضاء اهي. هتتكلم عن المعده، وماله يا سيدي، يعني المعده دي عضو من ضمن الجهاز الهضمي. يعني هنا عندنا هضمي ودوري وتنفسي واخراجي اهو نعد، يلا بينا. وجهاز التكاثر ومناعي واللحافي. هتقول لي يعني ايه لحافي؟ اقول لك يا الجلد. ما ده اكبر عضو بيغطي جسم الايه؟ الانسان. اكبر عضو موجود في جسم الانسان كله مين؟ الجلد. طب وجسم الحيوان؟ ايوه برضه، ما هو جلد. طب وجسم الفرخه؟ يا عم ما هو جلد. جلد اسكان يا حبيبي. لا اله الا الله. وغيره، وعد معانا. دي اجهزه لحد ما تلاقي ان في بغل كده قدامك صغنن زي ده كده اسمه انسان. انسان. ده البدايه. طب تعالى بقى نمسك شويه حاجات كده معينه. خد بالك لو احنا اتكلمنا على كده، شايف، عرفنا ان العلوم عباره عن الحاجات الصغنونه دي كده. احنا ممكن خد بالك نعمل صغنن، خد بالك يعني احنا دي حركه. بس احنا نرجع تاني بقى عشان ما يقولوش علينا ايه، ان في حاجه مش طبيعيه. ارجع ارجع ارجع، ايوه على طول على طول. هي راحت فين؟ بسم الله بسم الله اهي. ماشي. اتكلمنا على الانسان والتكوينات وشويه الحاجات الصغيره خالص والاجهزه، وعرفنا ان عندنا مجموعه اجهزه بالنسبه لجسم الانسان. عنده 11 جهاز: هضمي، دوري، تنفسي، اخراجي، تناسلي، تكاثر، وتناسلي سوري، ومناعي، وجهاز اللحافي، وعصبي وعضلي وعظمي، كتير يعني. المهم اتكلمنا على الاعضاء وعرفنا الحاجات دي لحد ما وصلنا للخلايا. تعال نمسك الخلايا بقى دلوقتي، الجزء بتاع الخلايا. الخلايا هي نوعين، في منها الخلايا الحيوانية وفي الخلايا النباتية. بالنسبة للحيوانية ما عندهاش جدار خلوي، إنما دي عندها جدار خلوي. تعرف الخلايا النباتية دي، علبة الكبريت بيبقى عبارة عن ليها سطح وأرضية وجنب 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 وجنب. هي الخلايا النباتية عاملة كده بالظبط. لما تيجي ترسمها، تعالى نرسمها يعني بشكل أدق شوية عشان بس بسم الله.
تخيل الشكل ده، انت شايف ان هنا في جنب، وهنا شايف ان في جنب، وهنا جنب، وهنا جنب. طب واللي فوق ده وجه او جنب، ومن تحت برضو اللي قصاد ده في جنب تاني. فانت كانك ماسكها كده عشان بس ما حدش يفترض افتراضات تانية تودي في داهيه. الخلايا النباتيه احنا رسمنا كام رسمه فيهم بالنسبه مثلا لادي النواه، وادي النويه، وادي السائل النووي، وادي الدي ان ايه. شوف هنا يترسم جميل جدا يعني بالشعره. وادي الشبكه الاندوبلازميه يا سيدنا. هنفترض ان هنرسم شبكه اندوبلازميه ثانيه. هنحط بقى شويه الرسومات اللي عليها كده. فدي بنسميها شبكه اندوبلازميه خشنه، ودي بنسميها شبكه اندوبلازميه ملساء. وهترسم ميتوكوندريا. سلام بقى لو انت عايز تسرع الفيديو في الجزء ده يا عيني. هترسم جنبها بقى ايا كان السيتوبلازم في نقط في النص كده. يا جميل يا سلام. هتلاقي ان الشكل في الاخر اداك شكل ممتاز وجميل جدا. هتضيف جوه الفجوات، هتضيف جوه النبات الدقيقه، هتضيف جوه الليسوسومات وغيره وغيره وغيره. طب ايه اللي بيختلف؟ هتلاقي نفس حاجات موجوده هنا، هي هنا باختلاف الرسومات. هتلاقي ان في حاجات هنا ده بنسميه الجدار الخلوي، وده بيبقى ليه اهميه كده. غير ده يعني لو نفترض ان انت جبت دبوس صغنن خالص ورحت شكيت شكه صغيره جدا جدا جدا، نقطه دم نزلت. فلو نقطه الدم انت حطيتها في كوبايه شاي 50 صغيره ورحت حطيت عليها شويه ميه هتختفي. اشمعنى؟ لانه حدث انفجار لكل الخلايا اللي موجوده الحيوانيه. ليه؟ الغشاء ده انفجر، الغشاء البلازمي انفجر، ده كده بنسميه غشاء بلازمي. وده الميتوكوندريا اهي. لكن هنا النباتيه، مين اللي بيحمي النباتيه؟ الجدار الخلوي اللي حوالين الخليه. ادي مثال يا مستر، هتلاقي ان البطاطسايه لو حطيتها في شويه ميه تفضل تزيد 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 تزيد. وممكن تعمل ده في البيت. هات يعني بطاطسايه صغيره كده، ما تجيبش كبيره عشان ما تتضربش، وقشرها واقطع منها شريحه قد كده بالظبط، وحطها ووزنها الاول، واكتب الوزن ده على جنب، وحطها في شويه ميه كده لمده مثلا 5-6 ساعات، وطلعها بالراحه من غير ما تدوس عليها، عشان لو دوست عليها هتنزل ميه وهتنزل النشا اللي فيها. وحطها على الميزان، هتلاقيها برضو وزنت، بس وزنها زاد عن الوزن الاولاني قبل ما تحط في الميه. ده نتيجه ايه؟ ان هنا الجدار الخلوي ده بنسميه منفذ، دخل الميه اللي بره كلها جوه البطاطسايه فزادت في الوزن. طب الميه دي راحت فين يا مستر؟ راحت في مكان اسمه الفجوه العصاريه الكبيره. فجوه عصاريه، بتكون فجوه عصاريه كبيره زي الليمونه. هات الليمونه كده اقسمها نصين وابدا انزل، هتعصر، هتلاقي ان جوه الليمونه كده فيها حاجات قشر صغير خالص من جوه. ولو ممكن في ناس بتجيب الليمونه على فكره وبتقشرها وبتطلعها فصوص زي البرتقانه بالظبط. مع كل فص من دول كل واحد فيهم عباره عن شويه خلايا كتير جدا، وكل خليه فيها فجوه عصاريه. ده بالنسبه طبعا للنبات. دي طبعا هنقول موجوده في الانسان والحيوان. ودي موجوده فين؟ اكيد هتقول لي في النبات. يعني مستر موجوده في المشمش، يعني موجوده في الكرنب، يعني موجوده يا عم ما قلنا في النبات. يا مستر طب هو نبات خضار ولا فاكهه؟ امشي من هنا يلا، امشي يلا. طب ايه تاني موجود هنا يا مستر؟ هتلاقي موجود فيه حاجه اسمها البلاستيده الخضراء. شكلها عامل ازاي؟ اهو بتكون جواها حبيبات الجرانات، فدي بنسميها البلاستيده الخضراء. خد بالك البلاستيده لها انواع، في عديمه اللون زي الموجوده في البطاطس، في خضراء، في طبعا الفلفل الاصفر تبقى بلاستيده لونها ايه؟ جدع صفرة. والاحمر جدع شطو. انت ممتاز والله يا صديقي، انت يعني في اللذيذ منه. وايه تاني يا سيدنا؟ هتلاقي معظم الحاجات اللي هنا متشابهه مع اللي هنا. خلاص
العمليات بقى اللي موجوده هنا وعمليات موجوده هنا، هتلاقي هنا مثلا دي موجوده ربنا خالقها في النبات عشان يقوم بعمليه البناء الضوئي. الله يا مستر، النبات وبناء ضوئي، يا نهار ابيض، ياه دنيا يا مستر. يا صديقي بص، يعني هتلاقي يا عيني يا عيني، يا الله الله الله، دنيا دي كده بنسميها ايه؟ جذور. طب والجزء اللي فوق ده خد بالك، الله شايف يا جدعان انا المفروض اخد جايزة اجدع رسام. كنت في الكلية يا عيني، يعني في الرسومات مفيش زيي. ايام كنت اخش السكشن من هنا، الدكاتره يقولوا لا 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 لا، بلاش بلاش بلاش، يا نهار ابيض يا جدعان حرام عليكم، يعني ذنبهم ايه الغلابه دول كده؟ شاف الرسومات كانت بتوديني في 60 داهيه. طيب هنا فوق ممكن نرسم زهره، بس مش عايزين يعني يحصل عته بصري. يا عيني استاذ يا جدعان، يا جدعان استاذ، يا سلام. ماشي، زهره جميله، نبات يشرح يفرح، بتاع فنون جميله، بس اللي هو ده كده كله بنسميه مجموع خضري. هذا المجموع الجذري او الجذور اللي تحت دي بتبقى عباره عن شويه جذور وشعيرات جذريه، وطبعا موجوده في التربه عشان تثبيت النبات. يبقى اللي تحت هنا الجذور عشان تثبت النبات بس كده، قال لك لا، وليها فايده كمان، ان هي تبدا تمتص المياه من باطن الارض عشان تطلعها فوق النبات. تطلعها عن طريق ايه؟ عن طريق هنا بنسميها اوعيه، تعالى نكتبها بالاحمريقه هنا، دي بنسميها اوعيه. زي مين؟ زي الخشب واللحاء، دول وعاءين، الخشب واللحاء. خد بالك الخشب سهمه طالع فقط، انما اللحاء طالع نازل نازل طالع طالع نازل نازل طالع. هنا الخشب بيقوم بتوصيل المياه منين؟ اكيد من الجذور لحد الاوراق والساق والزهره فوق. انما اللحاء بيعمل على ايه؟ بعد ما الميه تطلع لفوق وتلاقي الورقه الجميله اللي فيها مجموعه خلايا كتير جدا، وتقوم بعمليه البناء الضوئي. طبعا في عمليه البناء الضوئي بتحتاج بقى شويه ضوء وميه وثاني اكسيد الكربون ليله، فبتلاقي ناتج عن عمليه هذه البناء الضوئي مغذيات، شويه غذاء بينتجوا مين؟ النبات، من خلال مين؟ الاوراق، اللي هو بنسميها السكريات الاحاديه او C6H12O6. هي عمليه كيميائيه كبيره وموضوع ليله لذيذه جدا، واكيد في الصف بتاعها هتدرسها بطريقه موضحه، بقت موجوده دلوقتي في ثانيه اعدادي. الغذاء ده او السكريات الاحاديه دي هتلاقيها نزلت لتحت لو الجذور محتاجه طاقه، او هتلاقيها راحت للورقه دي لو الورقه دي محتاجه طاقه، او هتلاقيها طلعت لفوق شويه، هي بتلف طلعه نازله نازله طلعه، ليله كبيره. مين اللي بيعمل كده كله؟ في خلال نسيج اسمه اللحاء. فده بين الايه؟ الغذاء اللي هو بنسميها السكريات الاحاديه. خد بالك في حاجه اسمها العناصر الغذائيه، دي بتكون جايه من باطن الارض، اللي هو السماد العضوي، سواء بقى طبيعي او انت يعني في حاجات كده بتيجي بقت منتشره دلوقتي، كيماويات كده بتترش في التربه علشان النبات بيحتاجها. ده بالنسبه للنبات، ودينا خدنا الانسان، ودينا خدنا انواع الخلايا النباتيه وحيوانيه. طيب هو بالنسبه لكلمه احياء او الجزء بتاع الاحياء اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول خالص، هيحتاج وقت اكتر من كده، يعني معانا قد ايه؟ لا 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 كتير، لو هنلف كتير وهنتكلم. خد بالك ده انت عندك عمليات رهيبه، اجهزه عشان تقعد تشرح فيها انت محتاج شهور كامله تقعد تشرح. خصوصا ماده الاحياء ماده كبيره جدا، وللاسف ما ينفعش ان احنا نختزلها في حاجه معينه. طيب لو هنتكلم على الجزء الثاني يا مستر، يعني هقول لحضرتك هنتكلم على ثاني جزء وهو الكيمياء.
لما نيجي نتكلم على الكيمياء تعالى نرجع كده بالذاكره لورا خالص، لما كنا بنرسم واقول لك ان هنا كده في ذره، وهذه الذره بداخلها نواه فيها بروتونات وفيها نيوترونات متعادله الشحنه، وهنا في الكترونات بتلف، ادي الكترون وادي التاني عشان ده اول مستوى طاقه، وهنا هنقول مثلا ان الكترون 2 3 4 و5 وادي 6 وادي 7 وادي 8. الله، وتاني قال لك مثلا هنروح عاملين كمان مستوى اخر وهيبقى فيه الكترون اخير. هنا البروتونات دي بنعرفها ان هي موجبه والنيوترونات متعادله والالكترونات بتكون سالبه. تعالوا نكتبها هنا، يبقى عندنا بروتونات نيوترونات الكترونات، دي موجبه الشحنه، دي متعادله الشحنه، ودي سالبه الشحنه. الليله دي كلها عشان الناس تتكلم عليها وعلماء بدأوا يتكلموا ويوصلوا للمعلومة دي، الموضوع كان كبير، ما جاش بالصدفة، ما جاش في لحظة. يعني مثلا هاجي أقول لحضرتك إن إحنا بدأنا عملية التوزيع الإلكتروني. يعني إيه توزيع إلكتروني؟ يعني بقول لحضرتك إن أنا عندي عنصر اسمه ال Na اللي هو الصوديوم، عندك مجموعة عناصر لازم تكون عارفها. أنت المفروض تكون عارف فرنج 50 عنصر، والعنصر ده تكون عارف حاجة عنه اسمها عدد ذري، وفوق هنا في حاجة اسمها عدد كتلي، وبالمناسبة هنا ده هيكون 23. وهتعرف ان ده في كده بنعمل حاجة اسمها عملية توزيع الكتروني، وهو الالكترونات بتبدأ ان هي تتوزع على مستوى الطاقة K L M، وفي مستويات طاقة تانية K L M N O B. فهات لي الثلاثة دول بس. انا عايز بالنسبه للصوديوم هنا احط 2، هيتبقى لي كام من 11؟ هيتبقى لي 9. ما ينفعش احطهم هنا. اشمعنى؟ قال لك لان مستوى الطاقه الاخير لازم يكون مكتمل بالالكترونات وبس، ما بيشيلش حاجه اكتر من كده. يعني اخرك كام يا عم مستوى الطاقه؟ قال لك انا اخري 8 الكترونات. طب وبعد كده قال لك لا لا لا، انا مالي. طب ما كده بقى الكترون، قال لك يا باشا شوف مستوى طاقه ثاني يشيله. فرحنا جايبين مستوى الطاقه الاخير اللي هو ام بالنسبه للعنصر ده، حطينا فيه 1. فاصبحت ان هنا حاجه اسمها توزيع الكتروني. وكان العالم بور بدأ يتكلم ويقول ان العناصر عشان تترتب ترتيب صحيح او تتصنف داخل جدول دوري، وبنسميه جدول دوري حديث لان صاحب اول جدول دوري حقيقي كان العالم اسمه مندليف. انما اللي اتكلم في الاخر خالص واللي احنا شغالين عليه حاليا، او الكيميائيين كلهم شغالين عليه او المدرسين شغالين عليه، هو الجدول الدوري الحديث اللي اتكلم عليه العالم بور، وقال لك ان العناصر دي تصنف حسب توزيع العناصر تبعا للعدد الذري اللي هو ده. وايه تاني؟ وقال لك ترتيب العناصر في مستويات الطاقة، لان احنا عرفنا ان عندنا مستويات طاقة، ادي K L M N B Q 1 2 3 4 5 6، وادي السابع K L M N O B. فين O اهي؟ ماشي، انا O B Q. فالسبع مستويات الطاقة دول. ايه تاني يا سيدنا؟ بالنسبة لك ان انت خدت الذرات والعناصر، فلازم نتكلم ان في طبعا عنصر جنب عنصر هيعمل لي معادله كيميائيه. بس قبل ما اكلمك على معادلات كيميائيه لازم نكون عارفين شويه حاجات بسيطه جدا، وهي الفلزات واللا فلزات. الفلزات هي عناصر، خد بالك احنا اتكلمنا على ايه؟ عناصر. يعني اللي خدناه اللي فات ده كانت ذره ايه؟ عنصر. مستوى الطاقه الاخير لها
الله، مستوى الطاقة أيوه اللي احنا لسه جايبينهم دلوقتي. الأخير بقى بتاع العنصر ده بينتهي بكام إلكترون؟ 1 أو 2 أو 3. زي هناخد مثال زي الصوديوم 11 أو الام جي 12 أو الاي ال 13. ده صوديوم وده مغنيسيوم وده ألمونيوم. لما نيجي نوزع ده ادي 2 8 1، نوزع ده 2 8 2، نوزع ده 2 8 3. فدول بنقول عليهم فلزات، وهذه الفلزات بتعمل على عملية فقد الكترونات مستوى الطاقة الأخير. مش ده الكترون موجود في مستوى الطاقة الأخير؟ نعم، هيتم فقده. امشي امشي بعيد يا الكترون من المستوى، امشي. هيمشي ليه؟ عشان ده فلز وده هيمشوا وده هيمشوا، فاصبح ان ده فقد وده فقد وده فقد، بس ده فقد الكترون فتحول لايون موجب، وده فقد الالكترونين فتحول لايون موجب، وده نفس الوضع ايون موجب. فلما نتكلم على الفلزات هنقول هي عناصر كيميائيه ينتهي مستوى الطاقه الاخير لها بالكترون او 2 أو 3، وبتعمل عمليه اسمها عمليه ايه؟ فقد. الالكترونات الاخيره دي الواحد او الاثنين او الثلاث الكترونات بيتم فقدهم فتتحول لايون موجب. طب وهنا هتلاقي العكس، ان هنا عندنا عناصر مستوى الطاقة الأخير لها ينتهي بكم إلكترون؟ ب5 أو 6 أو 7. زي مثلا الكلور كام؟ 17. هنلاقي ان 2 8 دول 10 من ال 17 هتبقى 7. ادي كام؟ منتهى ب7 الكترونات، يبقوا 7 الكترونات في مستوى الطاقه الاخير، يبقى ايه؟ لا فلز. اشمعنى؟ فهيحتاج يكتسب، عايز كمان ايه؟ الكترون هيكتسبه. اشمعنى؟ عشان هو مش على بعضه، عايز يكتسب عشان يبقى متعادل مستقر، مش عايز يبقى مقلق كده وعيل مش قاعد على بعضه. اكيد ما بكلمش عليك انت، انا ماليش دعوه يا عم. جميل جدا. في عناصر ثانيه فيه كتير ما علينا منك، يعني مثلا تعال الاكسجين يا سيدي 8 هيبقى 2 6 عناصر. الله، مش لا فلز. ايوه مظبوط. هيحتاج كم الكترون؟ 2. محتاج يكتسبهم. خد بالك هنا ايه؟ هيكتسب، يعني هيبقى سي ال 18 هنا هيبقى ايون سالب، وده هيحتاج كم الكترون؟ 2. يبقى هنا او هيبقى 10، هيحتاج 2 هنا 1 اهو. ايوه، فهنا هيحتاج 2 وهنا هيحتاج 1 برضه، هنا هيبقى اسمه ايون سالب. هنا لو هنقول امثله لسه قايلينها الصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم. طب والبوتاسيوم هو برضه معاه، ماشي. طب والخرسين برضه فلز. هنا برضه لها فلزات كتير وبتحتاج تكتسب فبتحول لايون سالب. كل الكلام ده جميل ومتفق عليه. لو هنيجي نتكلم ان في معادله كيميائيه هتبقى مثلا كده، ادي الان ايه زائد سي ال، هتبدا تديني ان انا حطيت الصوديوم جنب الكلور، هيبدا يديني ان ايه سي ال، ده بنسميه كلوريد الصوديوم. ايه اللي حصل؟ ده ايون موجب وده ايون سالب، حدث اتحاد فعمل لي مركب ايوني. اشمعنى؟ عشان عندي ايون موجب وايون سالب، فحدث ما بين الاثنين رابطه ايونيه. يعني لما نيجي نتكلم ان في عندنا كم نوع من روابط؟ 2 روابط ايونيه وروابط تساهميه. يبقى في روابط ايونيه وفي روابط تساهميه. والتساهميه في منها احاديه وفي ثنائيه وفي ثلاثيه. والايونيه هنا طبعا في احاديه وفي ثنائيه وفي ثلاثيه.
انا عايز اقول لكم ان المعلومات دي انا خجول ان انا اقولها ان هي كورس تاسيسي، لان هي المفروض تكون انت عارفها. خلينا متفقين على ده. هنا لا يصح الا الصحيح، والاحق حق ان يتبع، والصح صح، وهلا هلا على الجد، والجد يلا يلا عليه. مفيش زعل في الكلام ده. عايز تزعل مني ازعل، ادي حيطه 2 3 4 اخبط دماغك في اجدع حيطه فيهم، مش عاجبك اتفلق نصين قد بعض بالظبط. دي معلومات مهمه جدا لازم تكون عارفها. وهنا الروابط الايونيه هو عمليه ايه؟ تجاذب كهربي بين ايون موجب واخر اكيد هيكون سالب. موجب جنب سالب يا عيني اتبسطوا جدا، في حدث تجاذب على طول كهرباء. وغيره يا سيدي. لما نيجي نتكلم على المعادلات الكيميائيه، يعني خلينا متفقين ان في حاجه اسمها وزن معادله. في وزن، لازم يحدث وزن للمعادله علشان المعادله تكون موزونه. صح الصح، الكفه دي قد الكفه دي، او بمعنى صح خلينا نتكلم عليها ان الداخل يساوي الخارج. دخل عدد معين خرج عدد معين كده. مثلا تعال نشوف مثال. يعني هنقول مثلا HGO ده بنقول عليه اسمه اكسيد الزئبق. لما اجي اسخنه بالحراره هيبدا يديني Hg زائد O2 اكسجين وهيتصاعد. ده طبعا لونه فضي وده غاز بيتصاعد. ماشي، ده اللي هو الايه؟ الزئبق. المعادله دي موزونه؟ لا مش موزونه. طب انا عايز اوزنها، تعال نوزنها. هنا دخل كام اكسجين؟ واحده. خرجت كام؟ خرجت 2. تعال نكتب بقى الحاجات دي مهمه جدا. فين الداخل يا مستر؟ اهو. دي بنقول عليها ماده التفاعل. دي ماده التفاعل، ماده المتفاعلات. وهناك الجنب الاخر فيه النواتج، وهذه النواتج لا تأتي إلا من المتفاعلات. هذه المتفاعلات هي السبب لحدوث هذه النواتج. دخل كام أكسجين؟ واحدة. خرج كام؟ 2. في مشكلة؟ اه طبعا في مشكلة. انت ازاي في حد دخل عندك واحد خرج 2؟ في مشكلة. يبقى انت كده ايه؟ يا اما بتنصب عليا في العدد يا اما عرفتش تعد. ماشي يا عم، حط هنا 2. ماشي. اصبحت ان الاتنين دي مضروبة في الاتنين دول، في العنصر ده وفي العنصر ده، في الزئبق وفي الاكسجين، مضروبه في ده وفي ده. فاصبح ان انا عندي الزئبق 2 والاكسجين 2. خرج كم زئبق؟ واحده. يبقى انت كده في مشكله، يبقى حط لي هنا كده 2. ماشي. ده بنسميه معامل. الجزء اللي هنا ده كده بنسميه معامل. ولو في حاجه تحت هنا زي ده كده بنسميه عدد تحتي. عدد تحتي يبقى عدد تحتي. معروفه سهله، الموضوع مش بعيد يعني. انا حطيت هنا 2 علشان لقيت ان هنا في 2، فاصبحت ان الاكسجين كام؟ 2 في او اهو، بقت 2 او O2 اهي. او كده مظبوط. طب والاتش جي الفضه سوري الزئبق، هنا دخل 2 اصبحوا 2 خرجوا. يبقى انا كده وزنت المعادله. يبقى اللي داخل هو اللي خرج، لا ينفع يكون في اقل او في اعلى. طب مش ده تفاعل كيميائي يا مستر؟ اي نعم. يعني لازم يكون موزون في كله، لازم يكون كله. ده طبيعي. ماشي. تعال نتكلم دلوقتي على حته المتفاعلات والنواتج. في بدايه التفاعل الكيميائي، ماده التفاعل بتكون البدايه ان المتفاعلات بتكون 100%. التفاعل لسه ما تمش، احنا لسه بنقول بسم الله في التفاعل. لسه بنقول يلا بينا. التفاعل 100%. طب والوسط؟ طب والنهايه؟ في الوسط بيبقى 50-50. بالنسبة 50 ال50 التانية راحت فين؟ أكيد هتروح فين؟ في النواتج. يبقى هنا البداية بتاعت النواتج والوسط والنهاية. هنا البداية كانت 100%، فبالتالي مفيش حاجة تانية، يبقى هنا 0%. طب والوسط هنا 50، هيبقى هنا برضو كام؟ 50. حط علامة المية هنا أو هنا مش هتفرق، أنا حر، مالش عندي حاجة. مش عاجبك تعالى اقف مكانه واعمل اللي انت عايزه. طب والنهايه؟ خد بالك مع ال50 دي قلت بقت 0%، ودي بقت 100%. طب لو هنعمل تمثيل بياني، خد بالك الرسم البياني ممتاز
لو ما فهمتوش في حاجات كتير هتقع منك. يعني مثلا ادي محور صادت محور سينات ممتاز جميل جدا. لو انا اجي هعمل مثلا المتفاعلات، ادي واحده هشتغل على نفس المعادله كنا شغالين عليها. لو انا هاجي اقول لحضرتك ان الاحمر ده كده عباره عن ال HGO، هم كانوا كام يا مستر؟ كانوا 2. طب والازرق كانوا عباره عن ال HG وال O2، وهنا كانوا 2. وده اجي اقول لك انه تصاعد. لو رسم بياني زي كده اعرف اطلع من عليه المعلومات، المفروض اطلع من عليه المعلومات. دي حاجات متفق عليها. ايه تاني يا سيدنا بالنسبه للجزء بتاع الكيمياء؟ والله لو هنقول كتير 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 كتير. المعلومات مفيش اكتر منها. مش عايز اتقل عليك وارخم عليك واكون بقى هجيب لك من طقطق لسلام عليكم ويلا بينا على طول ارمي في دماغك ارمي في دماغك ارمي في دماغك. احنا عمالين بنفكر بعض. خد بالك الكورس التأسيسي والله انا واحد من الناس بلاقي في دماغي معلومات كتير. طب انا هقول له دول ولا دول ولا دول ولا دول ولا دول ولا دول ولا كتير 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 كتير. فاحنا مع بعض، ولو في حاجه انت حاببها انها تتشرح انا مستعد اعمل لك عليها فيديو كامل. كذا حد اكتب في الكومنتات وانا اقول لك اللي انت عايزه، من العندي قبل العندي، من العندي قبل العندي. هنيجي على الجزء الاخر وهو الجزء الفيزياء. انا جيت لحضراتكم بالبتاع الجميل قوي ده كده، يعني حبايبنا هنا حبوا يروقوا عليا. الموضوع طويل صراحه بس كل ده فداكم. الجزء بتاع الفيزياء يا مستر، خد بالك عباقرة بتوع الفيزياء دول عباقرة. اينشتاين ده لا يرحمه. خد بالك بتاع بيعمل شنب هنا حلو قوي. ايه اللي بيحصل بقى يا سيدنا؟ خد بالك بص انا حالق ومنعم بقى كده، بس خد بالك ده في دقن، بس انا ما حبيتش الكلام ده خالص. في شنب وده وحاجات كده ايه، بس خليني كده بيبي فيس لذيذ. الحاجات دي بتحب يعني بتعجب اكتر. ماشي. المدام طبعا مش حد تاني، ما تودينيش في داهيه بعد اذنك. ايه هنا يا سيدنا؟ تعال نتكلم، لو هنتكلم على جزء زي الحركه. يعني ايه حركه؟ يعني انا واقف هنا فابدا توت 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 هتمشى 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 لحد النقطه دي، ثم من هذه النقطه بدات ان انا اتمشى كده، فاصبحت ان دي كده ودي كده بنقول عليها حاجه اسمها مسافه. هذه المسافه بنقول عليها ان الشخص ده تحرك حركه انتقاليه من النقطه مثلا الف الى النقطه ب، ومن النقطه ب الى النقطه ج. فهذه الحركه او هذه المسافه هو هنا بذل مجهود واتحرك. ممكن نقول ان دي كده هنفترض 20 متر، ودي كده اصبحت 10 متر. فلو هنقول ان الراجل ده اتحرك مسافة كام، هنقول ألف ب زائد ب ج، يعني هنقول 20 زائد 10 هيبدأ ان هو يديني 30 متر. دي كده مسافة. طب هل يا مستر الراجل ده ممكن يكون اتحرك حاجة اسمها إزاحة يختصر؟ نعم ممكن، ليه لا؟ الراجل ده قاعد مع نفسه كده يفكر، قال لك هو انا مش واقف هنا؟ قلنا له ايوه، يعني عايز اروح هنا، ايوه، يعني ممكن نقول على النقطه دي اسمها البدايه، ايوه، والنقطه دي النهايه، ايوه. طب انا ممكن اختصر الليله دي كلها وامشي كده، فدي بنسميها ازاحه. اختصر الليله كلها. و100% الازاحه اقل من المسافه، الطول بتاعها. يبقى حركة الشخص من نقطة البداية إلى نقطة النهاية بنقول عليها مسافة.
انما اقصر مسافه يقطعها الجسم من نقطه البدايه لنقطه النهايه بنقول عليها اسمها ازاحه. من الليله دي كلها بدانا نتكلم في حاجه اخرى. خد بالك، هو مش ممكن الحاجات دي كلها اكون قاطعها في وقت معين في زمن معين. فهذا الزمن هنفترض ان هو مثلا 5 ثواني، 5 ثواني عشان دي اس سكند اهي، ماشي. فتعال نقول ان هنا كده هنقول حاجه اسمها السرعه بتساوي المسافه على الزمن. يعني نقدر نقول الشخص ده اتحرك مسافه قدرها 30 متر على الزمن خلال الوقت اللي اتحركوا من نقطه البدايه لنقطه النهايه، اللي لف اللفه الحلوه دي من الف لحد ب ومن ب لحد ج. الرسمه اللي احنا راسمينها فوق دي يبقى 30 على مين؟ على الخمس ثواني، هيبدا يديني 6 متر لكل ثانيه. يبقى سرعته كانت في المسافه دي كلها او في الحركه اللي كانت بيتحركها دي قد ايه؟ 6 متر لكل ثانيه. والله يا سيدنا ده احدى قوانين اللي بتدرس جزء معين. لو هنتكلم على عربية، ما هنقول ان العربية دي بتتحرك عجلة، حركة معجلة، والعجلة دي يعني بتقول ان السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية، يعني 2 ناقص عين 1. وبنعمل مثلث جميل، يعني هنعمل مثلث على الجزء بتاع السرعة، هنقول ان عين بتساوي مسافة على الزمن. يعني مثلا لو هنقول ان هنا عين بتساوي المسافة على الزمن. طب بالنسبة للعجلة كنا بنرمز لها بالرمز مين؟ جيم. كنا بنقول ان جيم بتساوي ايه؟ عين 2 ناقص عين 1 على مين؟ السرعة النهائية على السرعة البدائية على فرق الزمن او الزمن. لو انا اتحركت من بيتي، السرعة بتاعتي وانا ركبت العربية بدأت بسم الله الرحمن الرحيم بدور وبكبر وبخمس من الزيرو، بدأت لحد ال90 مثلا. الدنيا كانت مفتوحة شوية قدامي. فالسرعة الابتدائية كانت كام؟ 0. والسرعة النهائية كانت كام؟ 90. بس الوقت اللي أنا بدأت أدور ودوست على كفة البنزين عشان أتحرك، خدت وقت مثلا كام؟ دقيقة مثلا لحد ما وصلت 90. وبعد ما بدأت أزود براحتي بقى، ما أنا مش مرة واحدة أروح فارق كده، تمام؟ ده بيفرق. فلو أجي أقول إن جيم بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين، جيم بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين او زين الزمن. ده قانون اسمه العجله. لا طب يا مستر العجله بتقاس بوحده قياس. خد بالك عندنا بقى وحده قياس، ووحدات القياس ليها قوانين لذيذه كده وبسيطه برضو سهله. يعني العجله بتقاس متر كل ثانيه تربيع، والسرعه بتقاس متر لكل ثانيه. لما نيجي نتكلم على حاجة اسمها وحدات القياس، من الكبير للصغير بعمل ايه؟ بضرب. انا عندي كيلو، 1 كيلو، عايز اعرف فيهم كام متر. هضرب في كام؟ في 1000. يبقى 1 في 1000 ب1000 متر. طب لو العكس يا مستر، انا عايز احول من الصغير للكبير، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل عمليه القسمه. يبقى من الكبير للصغير بضرب، من الصغير للكبير بقسم. وقيس على ده كل الوحدات. لو من متر للسنتيمتر فانا هضرب في 100، وهكذا. وقيس على ده. لو من ده بالنسبه مثلا المسافه. طب بالنسبه للزمن، انا عايز احول من ساعه للدقيقه. انا هضرب في كام؟ في 60. يبقى الساعه فيها 60 دقيقه. طب لو احول من الدقيقه لحد الثانيه، هي الدقيقه فيها كام ثانيه؟ هضرب في كام؟ في 60. يبقى كام؟ الدقيقه الواحده فيها 60 ثانيه. يبقى انا بالنسبه لي الساعه واحده هعرف فيها كام ثانيه، يبقى اضرب 60 في 60 هيطلع لي الايه؟ عدد الثواني اللي موجوده في الساعه الواحده. يبقى هنا القاعده الثابته من الكبير للصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. ده بالنسبه للتحويل الوحدات. طيب الله، ديليشيس، حاجه ممتازه، حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني فوق الخيال. طب ايه تاني اللي احنا خدناه، او ايه تاني الخاص بالجزء بتاع الفيزياء؟ يعني تعالى نتكلم مثلا على حاجه جميله جدا
لو جينا رسمنا دائرة كهربية، دي اللمبة، ده القطب السالب وده القطب الموجب وده سلك اهو جميل جدا. هاجي اقول لك ان هنا مثلا في مقاومة، وهاجي اوصل ده كده بجهاز اسمه فولتميتر، وهاجي هوصل هنا جهاز اسمه اميتر، ده بيتوصل على التوالي ده بيتوصل على التوازي. دايرة كهربية، ودي دايرة كهربية مفتوحة، يعني ده مش هينور. طب لو انا قفلتها كده هتلاقي ان ده كده بدأ ينور. فاللمبة دي نورت بناء على ايه؟ ان السلك ده والسلك ده توصلوا ببعض، لكن لو انا شلته كده دي هتقفل، فلازم ان انا ايه؟ اوصله. الدايرة الكهربية دي المفروض ان في ناس كتير درست حاجات كده معينة، زي مثلا شدة التيار الكهربي. شدة التيار الكهربي هتقول لي السلك ده يا مستر بيمشي فيه تيار كهربي ازاي؟ هقول لحضرتك ان في حاجات معينة بيجي منها تيار كهربي، زي مثلا الدينامو، زي مثلا الخلايا الكهروكيميائية، او لو هنقول مثلا اللي هي عبارة عن الحجارة. عارفين الحاجة بتاعت الريموت؟ عارفين البطارية؟ دي بنقول عليها ايه؟ خلايا كهروكيميائية، يتم تحويل فيها الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهروكيميائية وبعد كده تحول لطاقة كهربية. إنما الدينامو بيتم تحويل الطاقة الحركية إلى الطاقة الكهربية. ده الدينامو، حركة بيديني كهرباء. العجلة بتاعتك زمان، أنا كانت العجلة بتاعتي أحب دايما إيه؟ كان في كده، يعني في ناس بتحط كشاف، فأنا كنت بحط الجرس، بس مش الجرس اليدوي المانوال ده انا بدوس عليه بايدي، لا بدوس على زرار كده فيبدا يعمل لي ايه؟ صوت. بس الصوت ده كان بيجي لي منين؟ لازم كهرباء. فطبعا مش هقعد بقى اشتري بتاع حجاره كل شويه، لا كنت اجيب الدينامو واشتريه مره واحده، فيبدا ان هو يشحن دايما ويشغل الجرس ده. فانا هنا عملت طاقه كهربيه من الطاقه الحركيه. ايه تاني غير شده التيار؟ فرق الجهد. خد بالك دايما ان في فرق، يعني ايه؟ في حاجه ليها جهد اعلى وحاجه ليها جهد اقل، فالجهد بينتقل من اعلى الى الاقل. فهنا في فرق في الجهد، فحدث انتقال. لو هنقول ان شده التيار فهي بتتقاس بجهاز اسمه الاميتر، ووحده قياسها بتاع شده التيار الامبير. اما بالنسبه لفرق الجهد اسمه الفولتميتر، والفولتميتر ده بيقيس فرق الجهد. وفي عندنا حالتين، لو الدائره الكهربائيه مغلقه ولو الدائره الكهربائيه مفتوحه، ده بيكون موضوع تاني كده. المقاومة دي جزء مهم جدا، تعال نعلم عليه بالأزرق. الجزء ده اللي هي المقاومة أو الممانعة الكهربية التي يلقاها التيار الكهربي أثناء سريانه في الدائرة الكهربية. يعني تخيل كده مثلا لو الكهرباء جت شديدة جدا، فالكهرباء وهي جاية شديدة دخلت على الجهاز بتاعك، سيبك بقى من التلاجة والحاجات دي، مثلا دخلت على التكييف بتاعك، دخلت على اللاب بتاعك فحرقته، فانت هتزعل ويا وحمول الدنيا لا خلاص. دلوقتي بدأ يكون في حاجة اسمها ممانعة، طبعا الكلام ده من زمن بقى موجود في الأجهزة خصوصا الأجهزة الغالية، إن المقاومة الكهربية دي تبدأ إن هي تقلل التيار الكهربي. خد بالك منها، في منها اتنين، في ثابتة وفي متغيرة. ده بالنسبة للمقاومة. ماشي. ايه تاني يخص الفيزياء ونقدر نتكلم فيه؟ في كتير كتير جدا. لما نيجي نتكلم على طاقة الوضع وطاقة الحركة، لما نيجي نتكلم على الطاقة الميكانيكية اللي هي مجموع طاقتي الوضع والحركة، هنتكلم كتير في يعني هنقعد نعيد ونزيد في حاجات، وخصوصا اللي بتوع اولى وثانيه وثالثه، فانا خايف ان ده ما ينفعش ده، ويا عيني في حاجه معينه ممكن تكون اعلى شويه. احنا بنقول اساسيات معينه. يعني مثلا تعالى نتكلم على التوصيل
الكهربي. دي حاجة عمرك ما هتنساها. في توصيل على التوالي وفي توصيل على التوازي. التوصيل على التوالي ان دائما كلهم، لو هنفترض ان هنا في جهاز في لمبة وجنبها لمبة وجنبها لمبة، ده كده بنسميه توصيل على التوالي. لو لمبة فيهم اتحرقت هتلاقي على طول اللمبة التانية تتحرق ثم الثالثة. ده طبعا هيبقى خراب بيوت. هتلاقي دايما الراجل هيطق اللونات كلها اتحرقت ليه يا جدعان؟ فالكهربائية طبعا والناس كانت فاهمة الموضوع ده، فبدأوا يعملوا لها توصيل على التوازي، خصوصا لما يكون في أجهزة. قال لك يا سيدي اعمل ادي لمبة وادي لمبة وادي لمبة، فأصبح ان احنا عندنا ادي التوصيل على التوازي. استنى نظبطها بس عشان انا كده الرسمة ايه، دول كده متوصلين على التوازي، وادي القطب الموجب والقطب السالب. مش عايز اقول لكم ان الموضوع يعني الحمد لله وربنا يجعله في ميزان حسناتي، وان شاء الله باذن الله كل الناس استفادت بيه. احنا مع بعض هكمل لك الجزء الثاني، بس ناخد بريك صغير كده، ارجع لك في لحظه كده كده اعمل لك المونتاج والدنيا هتتظبط معاك. لو انت فصلت زي من الفيديو والمعلومات اللي فيه والكلام ده كله، افصل دقيقه كده دقيقتين وارجع شغل الفيديو تاني. رجعت لك تاني يا صديقي، والجزء بتاع الجيولوجيا او بتاع علوم الارض او علوم البيئه. يعني لما نيجي نتكلم ونقول ان الجيولوجيا او علوم البيئه، بعد ما خدت البريك الجميل بتاعك ورجعنا للجزء بتاع الجيولوجيا والعلوم البيئه، انت خدت شويه حاجات بسيطه وتفاصيل بسيطه. وخد بالك المنهج الجديد بتاع ثالثه اعدادي جاب شويه حاجات جديده بتوع السنين اللي فاتت ما درسوهاش قبل كده. يعني مثلا تعالى نبدا كبدايه خالص، وهقول لك ان الارض بتاعتنا عباره عن، تعالى نرسم الرسمه مصغره. الجزء اللي فوق ده بنسميه القشره، والجزء ده بنسميه الوشاح، والجزء اللي جوه ده كده بنسميه اللب، وفي لب داخلي ولب خارجي. علوم البيئة أو الجزء ده لما أجي أكلمك على القشرة، في منها التربة، وخد بالك التربة دي هشة غير صلبة غير متماسكة، وهي عبارة عن مجموعة من بقايا النباتات والحيوانات، وعبارة عن ان بداخلها مجموعة من الكائنات الدقيقة جدا، سواء بقى النمل سواء بقى الديدان سواء بقى غيره وغيره وغيره وكائنات المحللة. تاني ان التربة دي بتكون موجودة على سطح الارض وبيستقر فيها النبات، وبتبدأ ان انت تحفر فيها عشان تبني. التربة دي ليها انواع، وخد بالك هنعرف تكونت ازاي ازاي اوصف لي يا حبيبي ازاي اوصف لك. اول حاجه ان التربه في منها تربه صفراء ورمليه وطينيه. تكونت ومكوناتها، تعال نقول مكوناتها وتكونت. الموضوع اشبه بان انت هتعمل كيكه. عشان تعمل كيكه في البيت او تعمل يا بنوتك كيكه، تبدا تجيب البيض والبيكنج باودر وتجيب الدقيق وتجيب الصينيه وتجيب مش عارف ايه، دي كلها الحاجات دي اسمها مكونات. طب ايه مكونات التربه؟ مكونات هنا التربه اللي قلنا عليها البقايا النباتات وبقايا الحيوانات وشويه تراب على اجزاء صغيره ومفككه من الصخور. طب بالنسبه لتكونت ازاي؟ عبر ملايين السنين. وخلينا متفقين وبنقول ان باطن الارض من صخور لحد ما نوصل لاكبر عمق في الارض هو عبارة عن مجموعة من الصخور، وفي الصخور دي بتبقى انواع اصلا هنتكلم عليها دلوقتي. فتكونت عبر ملايين من السنين، يبقى هنا الوقت كان مهم جدا، واتعرضت بقى للحرارة ولضغط وليلة كبيرة جدا
اللي هي الصلبة ولحد ما جت فوق الحتة الجزء البسيط. فعن طريق 3 عمليات. أول حاجة التجوية، تاني عملية التعرية وهنقول دلوقتي، تالت حاجة الترسيب. لكن العمليتين المهمين هي التجوية والتعرية. يعني ايه كلمة تجوية؟ عملية التجوية هي تفتيت وتكسير الصخور لحد ما تبقى حاجة صغيرة خالص. تلاقي ان الصخر بدأ انه يتكسر ويتفتت، سواء بقى عن طريق الرياح او عن طريق المياه او عن طريق وصول المياه بتاع المطر بداخله، او ان المياه بتتجمد وبتفك، بتبقى مادة سائلة كده مش صلبة داخل شقوق الصخور، او ان في جذور نباتات او اشجار كبيرة جدا بتبدأ ان هي تعمل ايه، تتغلغل جوه شقوق الصخور، فبتلاقي ان الصخر يبدأ يتكسر. طب بعد ما تتكسر وتبقى متفتتة تبدأ ان هي تتنقل في عملية نقل هي اسمها عملية التعرية. بتلاقي الفتات بتاع الصخور دي بيبدأ يتنقل كده لمكان معين. بعد ما يتنقل لمكان معين ويبدأ ينزل عليه سواء بقى تراب سواء بقى في شوية هواء غير و لحد ما تترصف في مكان معين وتيجي على بعضها على مدار بقى ملايين السنين، وده الوقت اللي خدته. فبتبدأ تعمل لي عملية ترسيب اللي هي التربة. واحنا اللي يهمنا الجزء اللي فوق المفككة الهشة، ده لما نتكلم على التربة. طيب الصخور ليها كم نوع؟ 3. في منها صخور رسوبية وصخور نارية وصخور متحولة. الرسوبية هي نتيجة ترسيب، بعد حدوث عملية التجوية والتعرية حدث ترسيب. لكن لما نتكلم على الأعماق بتاع الترسيب على مدار ملايين السنين، يبقى هنا بنتكلم على أن الصخور رسوبية. وهذه الصخور الرسوبية لما ترسبت عبر ملايين السنين بقت صلبة. لكن هل الصخور الرسوبية دي لو جاء عليها اللافا أو الماجما، لما مثلا هنيجي نرسم البركان الجميل بتاعنا، خد بالك الزلازل والبراكين والأعاصير وحدوث الجفاف، ودي حاجات برضو التربة بتتأثر بيها. الكلام ده كله ما هي علوم بيئة وتأثير وتوازن بيئي. فعارف انت شبكات الغذاء لما نيجي نتكلم ان اساسا الكون ده كله لازم يكون فيه بالانس. ده ربنا بيقول وخلقنا كل شيء ايه بقدر، كل حاجه ليها مظبوطه على الميزان بالظبط. فلازم يكون في تناسق وتنظيم في كل حاجه كله. فظروف البيئه هنا بيحدث تغيير فيها تبعا لتغييرات معينه بتحصل. زي مثلا لو هنيجي نرسم دلوقتي، عندك هنا اللافا الاحمر مثلا، نرسمها بالاحمر ايا كان. نتيجة حركات تكتونية معينة في باطن الأرض، صفائح تكتونية في باطن الأرض، بيبدأ إن ده يتحرك ويفور لحد ما يطلع لفوق. فممكن شوية يجوا هنا، فتلاقي صديقنا إن المفروض أيوه ماشي كل اللافا دي طالعة كده. خد بالك الجزء ده كان جزء في الصخور اللي على حواف مين؟ البركان. اللافا دي طلعت بدأت تبقى موجودة هنا كده، فبدأت تعمل لي هنا دي اسمها صخور نارية جوفية. طب واللي هتطلع فوق يا مستر وهتنزل مثلا على الصخور الرسوبية اللي هنا هنسميها صخور نارية بس سطحية. ماشي. فاصبحنا اللي احنا خدناها صخور بقى رسوبيه خلاص خلصناها، ودي كده صخور ناريه بانواعها الاثنين جوفيه وسطحيه. وفي صخور تانية اسمها صخور متحوله، وهذه الصخور المتحوله بتكون تتعرض لفتره كبيره من الضغط الشديد او الحراره الشديده. فكده بقت انواع عندنا الصخور ناريه رسوبيه متحوله. اقول لحضرتك معلومه ممتازه، احنا بس عايزين نمسك حته معينه كده. شبكات الغذاء. الشبكات الغذاء ايه ده؟ ايه كلمه شبكات الغذاء دي؟ شبكات ماشي. شبكات الغذاء او الشبكه الغذائيه لما تعمل لي سلسله، خد بالك في سلسله بنتكلم مثلا ان في شبكه غذائيه في البحر وفي البر او الصحراويه، وفي بالنسبه مثلا للجو. لما نتكلم على الموضوع ده بالذات لازم تقتنع 100% ان ده ماشي بامر ربنا
وان لازم يكون في توازن وفي بالانس كده موجود ما بين الحاجات دي كلها والكائنات دي كلها، لان اي تغيير هيعمل لي مشكله بعد كده. ماشي. مين اللي هتاثر بيه كله؟ نبات وانسان وحيوان وحتى البيئه نفسها. اقول لك معلومه صادمه، او ممكن ما تكونش صادمه، ممكن تكون انت عارفها او عرفتها بعدين. جبل المقطم كان اصله قاع بحر. ازاي يا مستر؟ جبل المقطم ده كده من فوق كده من القمه بتاعته الجيولوجيين والعلماء لقيوا ان في حفريات. ومعنى كلمه حفريه ان كائن كان عايش ومره واحده اتدفن، وبسرعه في ترسبات جت في الدفن ده وما تعرضش في الهواء، ما تحللش، فيفضل الهيكل بتاعه عايش ملايين السنين. او لما نيجي نتكلم على الماموس، الماموس ده مره واحده في تلج وقع عليه، كتله تلج وقعت عليه، فلما بعد كده يعني لقيوه واكتشفوه، اتضح ان الماموس ده كل حاجه ظاهره فيه، فبدانا نعرف ان في حاجه اسمها ماموس. عندنا وادي الحيتان اللي موجود في الفيوم بيظهر لنا قد ايه كل ده. لما بدانا نكشف كده لقينا ان في حوت اللي طوله بقى 20 متر وغيره وغيره وغيره، فسموه وادي الحيتان لان المنطقه دي كان فيها حيتان. هو اساسا هناك صحراء، لو انت رحت تلاقي صحراء، بس كان بحر. نفس الوضع الجبل المقطم ده فوق ليه حفريات زي الفورامينيفرا، ان في الكائنات دي زي الكائن اسمه الفورامينيفرا ده كان بيعيش في قاع البحر. طب وايه اللي خلاه فوق؟ قال لك ما هو حدثت عده حركات ادت لارتفاع هذا قاع البحر لفوق كده فبقى جبل. ايه تاني؟ بقول لحضرتك ان البحر الاحمر كان ارض عاديه جدا، وحدث التفلق العظيم ده كده. ارض هي مره واحده حصل تفلق عظيم، في حركه تباعديه في الواح التكتونيه في باطن الارض خالص، فبعدوا عن بعض جدا، فالميه الجوفيه طلعت فبدا يعمل لي البحر الاحمر. قلت له يا مستر ازاي بحر احمر وهو لونه ازرق؟ اسكت خالص، اسكت ما تتكلمش. اشمعنى هو اسمه البحر الاحمر؟ الارض مره واحده حدث تباعد للالواح التكتونيه فبدا يعمل لي الايه؟ البحر. الالواح دي كده فضلت تبعد فبدا يعمل لي البحر الايه؟ الاحمر. دي كلها بنتكلم على احداث جيولوجيه عبر ملايين السنين، حقب ودهور وعصور وازمنه جيولوجيه، ملايين السنين ادت تكون القشره والصخور بتاع كوكب الارض كله، غير الكائنات اللي كانت عايشه وبتدرسها في حاجه اسمها سجل حفري، تعرف الديناصورات وادي الزلازل وادي البراكين وتاثيرها والمواد السامه وغيره، وسواء بقى كتربه وعلوم البيئه والمياه الجوفيه ووجودها في باطن الارض. دي كلها كدراسه لعلم الارض اللي انت عايش عليها. المفروض ده يدرس. ماده العلوم ككل ماده ممتعه ولذيذه. الحفظ خلاص خلص، كل اللي عليك دلوقتي انك تكون عارف المعلومه وفاهمها، وتعرف ايه ممكن الاسئله اللي تيجي عليها باي طريقه، عشان تكون متوقع في اي لحظه ان اللي يحط لك الامتحان هيحطه بناء ان انت خلاص انت عرفت ان الماده فهم. لازم تكون فاهم المعلومه، متاكد مليون في الميه ان دي معلومه، فانت لازم تكون فاهمها، مش تحفظها كده وخلاص وهتخش الامتحان تلاقيها زي ما هي. لازم تعرف ما وراء المعلومه، ده مهم جدا، سواء تجارب علميه، سواء جزء احياء، جزء كيمياء، جزء فيزياء وغيره. يا رب تكونوا استمتعتوا، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب اكون على قدر من الثقه وان شاء الله باذن الله نورتكم وانتوا تكونوا منورين، يعني منورين كده ودماغكم منوره والقلقاسه اللي فوق دي اتنورت بشويه المعلومات دي. يا رب ان شاء الله، واشوفكم على خير كتير جدا، وان شاء الله باذن الله اي حد محتاج اي حاجه انها تتشرح يا ريت تكتب لي في الكومنتات وابدا ان انا اشرحها لك في فيديو خاص، او لو في مجموعه معينه هبدا اجمع لهم كده فيديو واشرح لهم كل المعلومات اللي هم عايزينها. اشوفكم على خير وهتوحشوني جدا.